صديقي المشاهد، كل سنه وانت طيب. النهارده اول يوم رمضان. هو النهارده مش عندي اول يوم رمضان، بس الفيديو هينزل اول يوم رمضان. موضوع الفيديو ده بقى، انت ليه فاشل؟ كونك دخلت الفيديو ده اصلا فده اعتراف منك يا صديقي ان انت شخص فاشل. مالك يا صديقي؟ زعلت ليه وملامح وشك اتغيرت؟ خلاص ما تزعلش، استنى. انت فاشل وسط عالم مليان بالفشله. نعم يا صديقي، كلنا فاشلون. ابتسم بقى كده وافرد وشك ده كده بقى وانزل اعمل لايك واشتراك، ولو الفيديو عجبك شيره، ممكن تفيد حد تاني. وقول ايه رايك في اللمبه اللي روشه امي ورا دي. ها بقى يا صديقي، احكي لي مالك، ايه اللي مزعلك ومحسسك انك فاشل؟ ما هو انت اكيد يعني ما صحيتش النهارده من النوم وقررت خلاص انك هتبقى فاشل. طب هو انت عارف انت فاشل ليه؟ او ايه حتى انواع الفشل؟ مش عارف صح؟ طب تعالى احكي لك. تعالى بقى يا صديقي احكي لك بقى انواع الفشل. انواع الفشل يا صديقي بتلخص في 4 صور: الفشل الديني، وفشل العلاقات، والفشل المادي، والفشل الحياتي. طب يعني ايه الفشل الديني؟ اللي هو البعد عن ربنا. مهما كنت شخص ناجح في حياتك وبعيد عن ربنا، احب ابشرك انك فاشل برضه. في حديث كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، شفت الحلاوه؟ هيجي بقى دلوقتي عيل بتوع ايجيبت اللي قاعدين في مدينتي، وابوه عنده بقى شركه وعندهم عربيه احدث موديل، والولد شغال في شركه ابوه بيقبض بالعمله الصعبه، ويجي يقول لك انا واحد ناجح في حياتي. انت بتعمم ليه؟ ليه بتعمم الفشل؟ هقول لك يا زميلي ليه. اهدى كده عليا، تاخدنيش وش عشان انا ايه، ما بجيش. خد بالك انت. هقول لك ليه انك فاشل مع انك المفروض يعني ناجح في حياتك. لان انت بعيد عن ربنا يا عم. انت مش واحد من بتوع مدينتي، وواحد تعبت واجتهدت وطلع عينك واتمرمطت وبقيت واحد من بتوع ايجيبت اصلا. خلاص يعني انت اللي باين ده بنفسك من غير بابي. هقول لك ليه برضه انت فاشل لتاني مره: عشان برضه انت بعيد عن ربنا. الا لو انت يعني مش بعيد عن ربنا فدي حاجه. ليه بقى؟ لان انت تعبت وصبرت واشتغلت وطلع عينك وربنا وفقك في حاجه، وانت بعد كل ده ما رجعتش شكرت يا زميلي. الف مبروك على نجاحك في الدنيا، والف لا باس عليك في الاخره الصراحه يعني. ندخل بقى في فشل العلاقات. اديني بقى بفشل العلاقات. بص، ارتباط مفشكل، شله صحاب وتفرقوا، مشاكل اسريه، ومشاكل في الشغل الى ما لا نهايه. هنا بقى الشخص بيعمل لنفسه كادر ابيض واسود كده مع موسيقى حزينه تحت مسمى فشل العلاقات. وهو انت ليه حضرتك عقلك ما استوعبش ان انت مثلا مش الفاشل في العلاقه دي والشخص التاني هو اللي فاشل في العلاقه دي؟ هقولك: بسبب توقعاتك العاليه، وده هنروح له في بقيه الفيديو، بس اتقل عليا كده. توقعاتك العاليه دي بقى سواء بقى في الشخص او في الموقف، لما بيجي العكس يحصل مخك مش بيستوعب. طب يا عم اللي عارف كل حاجه، انت ايه الحل؟ هقولك ايه الحل. تعال يا حبيبي، تعال، ما تخافش. مع جيمي مفيش خوف. فشكلت في الارتباط، روح ارتبط تاني وتالت ورابع لحد ما تبقى زي جماجيمو كده ومتجوز. بس شله وتفرق، انزل وصاحب ناس جديده وعرف الناس دي على بعض واعمل لك انت شله جديده بس. طب مشكله اسريه احلها ازاي دي بقى؟ احلها ازاي؟ لم عيلتك كده في الصاله وهات لكل واحد حاجه ساقعه. لا بلاش حاجه ساقعه عشان الكوكولا دلوقتي بقت غاليه. اعمل لهم كوبايه شاي لطيفه زي دي كده، وابتدي تناقش معاهم كفرد من العيله، وحاول تبين لهم ان انت نضجت او بقى عندك الفكر الكافي ان انت تقدر تقعد معاهم وتتناقش في المشاكل الاسريه يا صديقي. بس ليه مصعب الحوار بقى؟ ليه؟ طب ومشاكل الشغل؟ او في نوعين بقى. في نوع ممكن تعمل انت الجو الاسري برضه في الشغل وتعزمهم برضه على شاي، او ممكن ما تعزمهمش على شاي، تجيب معاك شاي ليبتون ده وتعمله في الشغل عادي، وهتقعدوا تتكلموا وتتناقشوا كاخوات في الشغل، وده بيقوي العلاقه بتاعت الزمايل مع بعض في الشغل. وفي نوع تاني انت ما تديله بالجزمه وده عادي جدا ما يفرقش معاك، اديله هو يستحق. المختصر بقى من كل ده ان الحياه لحد اخر يوم فيها، البشر دي كلها لما خلاص بقى كلنا هنروح بقى في داهيه، هيفضل في مشاكل زي الخير والشر، هيفضلوا لحد اخر يوم معانا في الحياه. فبلاش كل مره تبقى واخد على دماغك بره، ترجع البيت وتدخل اوضتك كده شبه البرنس وتقعد بقى تعيط وتدي لنفسك على دماغك. كفايه يا صديقي، دماغك تعبت، ده انا تعبت لها سلف. نيجي بقى للفشل المادي، واظن احنا برضو كلنا بنعاني منه، يعني مش انا ولا انت، كلنا الا الناس بتوع ايجيبت. ايه هو الفشل المادي ده بقى؟ اظن هو شرح نفسه، بس تعال افهمك اكتر. يعني معكش فلوس تجيب تليفون جديد مثلا، محفظتك فاضيه، مش عارف تروح شرم الشيخ معاهم هناك. وده بقى ليه 3 عوامل. اولا ان حضرتك كسلان وقاعد عليها لحد لما تقلت دلوقتي وبقت قد كده، لدرجه ان انت لحد دلوقتي لسه ما عملتش لايك ولا اشتراك ولا شيرت الفيديو. شفت بقى؟ شفت تقيله ازاي هتجيب رزقها. تاني حاجه بقى انا مسميها من عندي اسم كده، اسمها المقارنه العاميه. يعني انت واحد ربنا مديك فلوس ومديك عربيه فيات 128 ومديك كلبه بلدي ومعاك كل حاجه اللي في الدنيا، تروح تبص لواحد تاني عايش في مدينتي عربيه لامبورجيني ولا لامبورجيني زي ما انتوا بتقولوها بقى، ومعاه كلب هاسكي. ليه يا صديقي؟ ما ترضى باللي انت فيه. وده برضه ينقلنا لثالث نقطه: عدم الرضا. يا ان
مثلا انت وصلت الناس بتوع ايجيبت دلوقتي وبقيت قاعد في مدينتي ومعاك عربيه احدث موديل ومعاك ايفون احدث موديل، مش لاقي حد بقى تقارن نفسك بيه في مصر، فتبتدي تبص بقى على اللي بتوع بره تقول شوف عايشين ازاي، ده عنده طياره خاصه انا لا. طب ليه ما عنديش طياره خاصه يا عم؟ ما انت قاعد في مدينتي ومعاك عربيه احدث موديل وتليفون احدث موديل، احمد ربنا، ارضى. الفشل لحياتي. طب يا عم انا واحد الحمد لله ربنا مديني، والحمد لله في ناس الحمد لله متقربه من ربنا ما بتسيبش فرد، حياتها الماديه كويسه، حتى علاقتها كويسه. طب ايه بقى ايه السيء في حياتهم او ايه الفشل في الحياه دي؟ هقول لك يا صديقي، الفشل في الحياه دي ان هو فضل يعمل حاجات كتير وما عملش لنفسه انجاز واحد كده يتكلم عن نفسه. يعني انا دلوقتي لو حصل لي حاجه ورحت هيقول لك ده جيمي كان بيعمل فيديوهات يوتيوب، ده جيمي كان بيغني راب. عملت حاجه حتى لو انا ما عملتش انجاز فيها فانا بعتز بالحاجه اللي انا عملتها دي. انما ممكن هو يكون قضى حياته كلها ما بيسيبش ولا راحه، الراجل بيشتغل وبيجيب فلوس، علاقاته كويسه مع الناس، بس هو ما عملش انجازات ليه هو شخصيا، فده بيبقى فشل برضه. وده بقى بيقف على 3 عوامل، منهم ان انت ما قسمتش وقتك صح، ما اديتش كل حاجه وقتها. انا بشتغل 8 ساعات في اليوم، ما بتسيبش فرد ليك، مثلا ساعتين مع اصحابك، ساعتين مع نفسك، ساعتين بتقرا فيهم كتاب. المهم ان انت بتعرف تقسم وقتك صح. فكون انت ما عملتش انجاز لحد دلوقتي في حياتك، ارجع النقطه بتاعه تحديد وقتك الصح ده وشوف ممكن يكون في عيب في الحوار ده. تاني عامل الوقت بقى، ما هو انت لسه قايل ما قسمتش وقتك صح. لا، الوقت بقى غير تقسيم الوقت مش بتاعك انت، الوقت بتاع الاهداف. وليكن مثلا انت انجازاتك انك تلعب باليه مائي، وانت عندك مثلا 12 سنه حبيت تلعب باليه مائي وقلت انك عايز تعمل فيه انجاز، بس اتسحلت في الدنيا وكبرت شويه لحد ما وصل سنك 35 40. هل هينفع بقى تلعب باليه مائي؟ اكيد ما ينفعش. ساعتها بقى بترجع تقول انا فشلت في ان انا العب باليه مائي وانا عندي 12 سنه، وفشلت وانا عندي 35 سنه. لا يا صديقي، لا، اياك تفتكر ان هدفك الوقت عليه عدى مهما كان سنك. لو انت لسه عندك 40 سنه وعايز تلعب باليه مائي، انزل دلوقتي وروح العب باليه مائي، ما تخليش حاجه تمنعك. تالت حاجه بقى الاهداف اللي انت تحطها لنفسك. يعني انت مثلا ما تبقاش واحد متكحرت وحالتك الماديه على قدك وتقول بس انا عايز طياره خاصه، انا هدفي ان شاء الله السنه الجايه طياره خاصه. اكيد لا يا صديقي، اكيد مش هتنجح في اللي انت فيه ده الا لما تبقى تاجر اثار مثلا. اعمل اهداف خطوه بخطوه. يعني مثلا انت واحد متكحرت، هدفك الاول انك تجيب عجله مثلا تروح بيها الشغل، بعد كده عجله فسبه، بعد كده فسبه عربيه. انما ما تنطش السلالم كلها مره واحده. طول ما انت عايز تنط السلالم كلها مره واحده هتفضل حاسس بفشل. تعالى بقى صديقي المشاهد احكي لك واقول لك ليه بتحس بالفشل. هما عاملين: 1، مستوى توقعاتك اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه وقلنا هنخش له في بقيه الفيديو. و2، المقارنات، سواء منك بقى او من البيئه المحيطه. المقارنات بقى لما بتبقى منك تبقى سيئه لحد غبي. ليه بقى؟ عشان انت هنا مفيش مخ. ليه بقى يا صديقي؟ هقول لك دلوقتي. انا مش بشتمك يا صديقي، انا بفوقك. دايما بتقارن نفسك باهداف بعيده. واحد جايب عربيه لامبورجيني والتاني معاه فيات 128، بيبص بتاع اللامبورجيني، طب ما تبص بتاع التويوتا كرولا، عربيه سوزوكي يا عم، كيا سوراتو. هو صحيح ان اللي معاه اللامبورجيني ده مش احسن من حضرتك ولا اي حاجه، بس الفكره ان انت بتقارن نفسك على مدى بعيد قوي. طب ما تقربها شويه على نفسك. تاني مقارنه بقى، اكتر مقارنه انا بكرهها في حياتي، المقارنه بتاعه البيئه المحيطه بقى. يعني ايه مقارنه من البيئه المحيطه؟ انت شكلك بقى يالا يا جيمي قاري كتابين ولا 3 كتب بتوع علم النفس دول وطالع تبين لنا بقى اللي انت ماجستير علم نفس. لا يا صديقي، انا بحكي لك من تجاربي الشخصيه، ودي فعلا اسوأ مقارنه كلنا بنتعرض لها. زي ما تكون جاي مثلا 70 يا عم 80% في الثانويه العامه، وتجي لك امك الحاجه الله يديها طول العمر ويديها الصحه، قول لها كل سنه طيبه، قول لها جيمي بيسلم عليكي. تخش بقى ست الكل دي بقى بالمقوله الشهيره بتاعتها: ده ابن خالتك كان جايب 99% و9 من 10 وانت يا فاشل جايب لي 80%. طب انا مالي يا حاج؟ انا مالي يا ست الكل؟ انا مالي بابن خالتي؟ هو انا نفس عيشه ابن خالتي؟ هو انا في نفس الظروف بتاعت ابن خالتي؟ هو انا نفس تفكير ابن خالتي؟ اكيد لا، اكيد لا يا ست الكل. يا ست الكل دماغها يا ست الكل، احنا ايام مفترجه وصيام وبتاع، خش اعمل كوبايه شاي فطرت يا حاج، شكرا. مثل تاني بقى، ده اللي انت ساعات بتبقى قاعد كده تبقى عايز تمسك اللي قدامك ده بالشبشب وعلى وشه كده. مثلا يعني انت واحد جاب تليفون اندرويد جديد وفرحان بيه بقى ونازل بيه الشارع، بقى يخش عليك عبده حناكه اللي جايب ايفون من سوق الجمعه كان مسروق اصلا وراح فتح له اي كلاود وماشي بيتفشخر بيه على الناس، تحس ان هو اللي مخترعه. يمسك كده تليفونك الاندرويد ويبص له كده ويقول لك: ها فخامه التفاح تكفي. اقول لك يلا فخامه دي مين وما تزعلش، فخامه دي تبقى هي البنت. كل ده بقى بيبقى مقارنات من البيئه، وفي ايدك انت برضه الحل ان انت ما تسمعش لحد. صديقي انت عملت حاجه جابت لك نتيجه، افرح بالنتيجه دي مهما كانت هي ليه زعلان؟ صديقي كلنا فاشلين اصلا، بس باختلافات الحاجه. يعني اللي هتلاقيه ناجح في حياته ومعاه فلوس ومعاه كل حاجه هتلاقيه بعيد عن ربنا، وهتلاقيه مثلا قريب من ربنا مثلا وبيشتغل كويس، مثلا ممكن تلاقي عنده مشاكل اسريه. مفيش حد فينا بيخلى من المشاكل. فلو انت بصيت لنفسك على ان كل مشكله انت فاشل، بحب اقول لك ان احنا كلنا فشله. صديقي كل سنه طيب، انزل اعمل لايك وسبسكرايب. شفت الحلاوه دي؟ طب انا اول مره في حياتي اشوف مشاهد حلو كده.
طب يا عم اللي عارف كل حاجه، هل الفشل ليه مقاييس؟ تعال اقول لك مقاييس الفشل، هم مقياسين بالظبط. مقياس ثابت هنا كده ما بتحركش، كلنا عارفين ان انت لو عملت حاجه دي هتبقى فاشل، ومقاييس اختياريه حضرتك اللي بتختار بقى. مفيش حاجه في الزمن ده الواحد بيختارها الا الفشل. مقياس ثابت ده اللي هو مقاييس الواحد مش بيختلف عليها، اللي احنا كلنا عارفين ان انت لو عملت حاجه دي او ما عملتهاش انت كده فاشل. مثلا واحد مش بيشتغل، تقيله، معهوش فلوس، فاضيه. طب واحد مش بيصلي، هيدخل النار اكيد يعني، مش هيدخل الجنه، يخرب بيوتكم في ايه. مقاييس كده هي محدده، نزلنا كلنا من بطن اهالينا، فيش خلاف على المقاييس دي. طب هي ايه بقى المقاييس الاختياري بقى؟ اللي هو تحديدك الشخصي لهدف معين. مثلا يعني انت حابب تجيب كوتشي جوردن مثلا اللي هو الاصلي ده، لازم تبيع كليتك، هتبيع حاجه منك على ما هتجمع فلوس وتروح تجيبه. بعد مشوار وبعد معاناه طويله بتجميع المبلغ المادي ان انت تجيب بيه الكوتشي الجوردن، رحت لقيته اتباع. ساعتها هتبص لنفسك بنظره حزن كده، هو انت فشلت انك تجيب حاجه انت عايزها، مع ان الحاجه دي ممكن تبقى تافهه جدا ومفيش حد مهتم بيها غيرك اصلا. ساعتها بقى انت اللي بتبقى حددت لنفسك الشعور بالفشل. يعني انت ساعتها اللي تقول لنفسك انا فشلت ان انا اجيب الكوتشي كذا، محدش مهتم اصلا بحوار الكوتشي ده غيرك. طب ما تروحش تشتري من محل تاني، ليه مصعب الدنيا؟ انت مش فاشل ولا حاجه يا صديقي، كل حاجه في الدنيا ليها حل، بس انت لو ركزت شويه. نصيحه اخويه كده للناس اللي بتحب تفكر، ورقه عليها ميكي ماوس او كشكول زي ده كده وقلم، واقعد رتب افكارك. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لي ايه رايك في سلسله ورقه وقلم لو عايزني اكمل فيها. اكتب لي كومنت تحت وشجعني، وما تنساش الستور بتاعي تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت. سلام. فاشل.